السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من محافظة المنيا في سلسلة معلومة عن بلدك. ودي زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات ان كورنيش محافظة المنيا بيمتد بحوالي 12 كيلو متر، وده هو افضل كورنيش على مستوى الجمهورية. وهنعرض لكم كل التفاصيل وهنشوفها مع بعضينا. يلا نتابع الفيديو. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. طبعا زي ما احنا عارفين ان كورنيش محافظة المنيا هو من افضل الكورنيش على مستوى الجمهورية، وهو بيمتد حوالي 12 كيلو متر مربع. فاحنا هنشوف بالتفاصيل الكورنيش. احنا لو بصينا هنا كده هنشوف هنا بداية الكورنيش، وده بداية الجزء الاول، ودي موجود فيها الحمامات وموجود فيها استراحات للناس الموجودة. ولو جينا اتمشينا شوية كمان كده هننزل تحت عشان نوريكم بقى التفاصيل. ولو بصينا كده هنشوف هنا في نافورة مية موجودة، ولو بصينا كده هنشوف الاستراحات موجودة طبعا ومليانة بالناس. وطبعا المحافظة موفرة كشك البجالة، ده برضو في خدمة المواطنين. وهنشوف بقى التفاصيل. تعال نكمل تحت بقى. تعال نشوف المنظر من على النيل هيكون افضل جدا. لو انت قاعد على النيل تحت كمان في استراحات موجودة بتبص على النيل مباشرة. وكمان لو في وقت الغروب ولا حاجة بنلاقي الجو جميل جدا جدا جدا. تعالوا معانا. ولو جينا هنا تحت هنشوف شكل النظافة اللي موجود. ولو بصينا كده هنشوف الاستراحة بتاع الناس اللي شغالة في الكورنيش، ودي بتكون مخصصة ليهم لو في أي حاجة ضايعة على الكورنيش أو أي حاجة كده هنشوفها. ولو بصينا كده، لو قربنا كده، لو الكاميرا تقرب شوية هنشوف منظر النيل ومنظر الجبل، وحاجة عظمة جدا هنشوفها. وتعالى نشوف من قدام شوية هتلاقيها أفضل. تعالى نتمشى كده نشوف الدنيا هتكون جميلة جدا. فاحنا لحد دلوقتي احنا في بداية الجزء الأول، فهتشوفوا حاجات جميلة جدا قدام. عفوا. بصينا كده في مرسى برضو تبع المحافظة. المرسى دي موجودة بأسعار مخفضة جدا، يعني تعتبر كخدمة. وفي الأستاذ هنا بيقول لك لقطة ما تحرموش من حاجة. الله يعزك يا غالي. الله يعزك، الله يكرمك. تعالى نكمل قدام شوية. ولو اتمشينا لقدام شويه زي المكان اللي احنا واقفين هنا، تبص هنا كده الكاميرا تجيب هنا نلاقي المدخل الرئيسي للكورنيش. ده يعتبر المدخل الرئيسي واللي هو في شارع المحطة، ده أهم مدخل في الكورنيش. هنا في نافورة زي ما انتم شايفين، وهنا في ديكورات وفي حاجات جميلة، والأرضية شكلها جميل. هنبص برضو. تعال نبص من تحت كده شوية هنشوف الحاجات هتكون أفضل بكتير من فوق. واستراحة تعال معايا. هنبص كده شكل الكورنيش من تحت. لو الزاوية دي هيكون أفضل. بص شكل الكورنيش من تحت حاجة فوق الخيال حرفيا. يعني هو فعلا يستحق جايزة أفضل كورنيش على مستوى الجمهورية. وده طبعا مش هننسى حاجة، ده يرجع لشعب المنيا، الشعب اللي هو لحد دلوقتي محافظ على الحاجة دي، ما خربش ما عملش، بيحافظ على كل منطقة فيه. وده برضو بيرجع للقيادات، يعني القيادات الناس المسؤولة عن الكورنيش، بداية من السيد المحافظ لحد السادة الأفاضل عمال النظافة، لهم كل الشكر طبعا والتقدير. وهنا من حلاوة الكورنيش وجماله طبعا كل الناس من جميع المراكز، سواء العدوى، درمواس، مغاغة، صمالوط، بني مزار، كل الناس، مركز المنيا نفسه، كل الناس بتيجي هنا للكورنيش عشان تيجي تتصور. فلو لاحظنا هنا نلاقي المصورين كتار جدا، يعني ناس جالهم من كل مكان. تعالى نشوف الجولة من جوه الكورنيش شوية كمان. جينا هنا طبعا في وسط الكورنيش بعد المدخل بشوية بحوالي 50 متر كده بنشوف الممر كده، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده والمنظر ده. الأرضية نظافتها، الأماكن، الحتة اللي موجودة على الجوانب ديت عظمة. استراحات ممتازة، نظافة المكان برضو، يعني كل حاجة فيه واخدة حقها حرفيا، مفيش حد مقصر فيه خالص. فاحنا بصينا برضو في الجنب ده. بصينا في الجنب ده هنلاقي ممرات برضو عشان خاطر الناس ما تمشيش على النجيلة.
وتبوظ، فعامله ممرات. موجود بيه برضو كاميرات، بس مش هتظهر في الفيديو عشان محطوطه في اماكن الحفاظ برضو على امان المكان. بصينا كده هنشوف برضو الاستراحات اللي على الكورنيش. الاستراحات اللي فوق هو بنقسم لجسمين. الجسم اللي فوق ده موجود اللي انتوا شايفينه ده، فاحنا هنعرض بقى نشوف لكم الجو اللي تحت عامل ازاي، ولو هتقعد في مكان نظيف هيكون عامل ازاي. الاجواء هاديه، مفيش زحمه، مفيش حد بيغلس على حد، كل حد محترم نفسه، محترم الناس التانية. بس انا بقى هنيجي هنا هنقرب للنيل اكتر، وهنشوف الاماكن من تحت اكتر عامله ازاي وحلاوتها. طبعا حتى الباسكت بتاع الزباله موجوده بحاجه نظافه ومحطوطه كل حاجه في اماكنها. بصينا طبعا حد ممنوع، حد مفيش حد بيتمنع من دخول الكورنيش. الكورنيش ده للناس كلها. تعالى لو الكاميرا تقرب شويه كده عشان نشوف لكم المنظر من تحت والاستراحات عامله ازاي. تعالى. احنا بنحاول بقدر الامكان نغطي اكبر قدر منه في اقل وقت عشان المشاهدين ما تزهقش من تصوير الفيديو والجو ده. احنا لو بصينا تحت كده، لو بصينا تحت كده هنشوف بص هات الحتت اللي تحت دي على النجيلة. هنلاقي الاماكن موجودة لو حد هيقعد تحت ولا حاجة. برضو حاجات جميلة جدا. ودي طبعا الأسر، كل حد بيطلع مع أسرته وكل حد بيطلع مع شغله. بتقول ايه؟ صورهم يا محمد. بس خلاص صورت كده. طبعا الأجواء جميلة طبعا، والأمان مفيش قلق مفيش أي حاجة. هو كورنيش عامة هو بيفتح من الساعة 8 الصبح، بيفتح من 8 الصبح لحد 12 بالليل. في خلال الفترة دي طبعا بنشوف كل حد هنا في المحافظة بيقوم بدوره. الناس الأمن بيمر في كل الأماكن، عمال النظافة طبعا فيهم الخير وهم اللي محافظين على الأماكن. الشعب برضو مش مقصر في الكورنيش خالص. طبعا ولو حابب تاخد جولة في النيل مفيش مشكلة برضو، يعني لو حاجة زي كده، لو الكاميرا تيجي كده شوية، في مراكب زي كده ب5 جنيه بس. ب5 جنيه تاخد أحلى جولة في النيل في محافظة المنيا. مش هقول لك 200 جنيه ولا 300 جنيه. هو انتوا عندكم بحر في الساحل، بس احنا برضه عندنا نيل ومراكب واجواء عظمه. فاحنا هنشوف حاجات جميله اكتر واكتر لما نطلع لقدام كمان، وهنشوف كل حاجه بالتفاصيل. تابعونا ادله. اول ما تدخل كده من الزاويه دي هشوف منظر هيعجبك، انا واثق ان هو هيعجبك. بص شكل المنظر عامل ازاي، يعني حاجه فوق ما تتخيل من العظمه. ناس ابدعت فعلا عشان راحة الناس دي مش بتعمل كده حاجة وخلاص. لما عملت وبدأت في العميل فعملت حاجة تشرف محافظة المنيا فعلا. يعني عطت كل واحد حقه، ما سابتش حد من الناس يمسك غلطة وراهم حرفيا خالص. اللي هو لو بصيت هتلاقي سواء النظافة، سواء الديكورات بتاع الأماكن. فاحنا لو جينا هنا في بداية المدخل هنشوف وانت داخل، لو داخل كده طبعا انت بتكون جاي من على الطريق دي، فبتخش بتقف مكان انا كده بالظبط، فبتشوف المرسى في وشك، وبتشوف على يمينك الطرقة دي طبعا بنظافتها وبشكلها الجميل وكل حاجة محافظين عليها. ولو بصيت على شمالك نفس الكلام، بس احنا هنمشي على الشمال عشان احنا جايين من اليمين، فهتشوف حاجات اكتر وهنعرفها. طبعا كل حاجة واخدة حقها، يعني النجيلة بانتظام
في المية فيها ما بتتقطعش منها. لو بصينا على الباسكت بتاع الزبالة، معلش، ده بيكون نظيف على طول، بيفضى اول باول، بياخد حقه في كل حاجة، مفيش حاجة مش سايبينها. يعني هو لما جه قال انا هبدأ بتجديد، السيد المحافظ زمان، انا هبدأ بتجديد الكورنيش، ما بخلش عن الشعب بحاجة زي ما بيقولوا. هو أي نعم هو صرف على كورنيش، بس حاجة تستاهل فعلا ان هو يطلع، ان هو سواء كانت المصاريف ايه او سواء ايه، لا هو حاجة فعلا تستاهل التعب وتستاهل الناس يعني. وده برضو اهم حاجة في ده كله، مش الكورنيش، ولا اهم حاجة في ده كله الشعب اللي هو محافظ على الكورنيش لحد دلوقتي، لحد دلوقتي مكمل فيه بنظافته ومفيش حاجة بتبوظ. كل ممنوع المشي على النجيلة عامة. بقول لك لما انا عامل لك الممرات وعامل لك الحاجات دي، فمستحيل يعني ان انا اخليك تمشي على النجيلة، فانا عملت لك كده. يعني مثلا دي الصراحة، جينا قعدنا هنا كده مثلا، بتدي وشك للشكل اللي من بره، بتشوف كل حاجة يعني. هي سخنة شوية بس عادي. انا حاول اغطيها. دي بتدي لو عايز تدي شكلك للطريق، لو عايز تشوف اي حاجة رايحة منتظر حد عشان يشوفك، فانت بتقعد بالشكل ده. وفي الجنب التاني نفس الكلام، دي لو عايز تدي وشك للنيل، دي بتكون برضو حاجة حلوة جدا. فاحنا هنقوم نكمل تصوير عشان خاطر الشمس وعشان خاطر تشوفوا كل حاجة برضو. فكل ما نمشي اكتر مش هتشبعوا من شكل الكورنيش من شكل كورنيش المحافظة بتاع المنيا. هو فعلا يستاهلها. فاحنا، لا انا كنت حابب اصوره لكم في وقت الشروق مع شروق الشمس، لو انت موجود هتلاقيه حاجة احسن من كده بمراحل كمان. يعني هتلاقي كل حاجة واخدة حقها، يعني مش هنقصر معاكم في حاجة. فاحنا هنبص كده، نظافة المكان، شكل المكان، الشجر، الشجر برضو مش مأهملين فيه كل حاجة. تعالى ننزل لتحت شوية ونوريكم منظر كده بقى هيفتح نفسك ان انت تيجي المنيا، فدي هتكون حاجة جميلة جدا. تعالى شوية كده. انا مش هينفع طبعا نمشي على النجيلة، فهنتمشى كده من الممر. ودي ودي البوابة التالتة او المدخل التالت للكورنيش. فاحنا نفس الكلام، بتدخل ده الممر التالت للكورنيش، ده على بعد مثلا نص كيلو من 500 متر من المدخل الاول. فهنشوفوا طبعا الديكورات اللي في الارض موجودة، شكل الشجر، صوت العصافير اللي سامعينها. بتكون حاجة جميلة جدا جدا جدا. فاحنا هنيجي نتمشى كده، هنحاول نجيب لكم ايه. اول ما تدخل هنا مفيش حاجة في وشك تمنعك من شكل النيل. يعني انت بتدخل بتلاقي شكل النيل في وشك على طول كده، حاجة تقول انا هقعد هنا اكتب قصائد بس. مش هتعمل حاجة تاني. فاحنا نبص كده، احنا بنحاول بقدر الامكان ما نجيبش حد في الفيديو من الناس غير اللي بيطلب مننا، عشان كده بنحاول بقدر الامكان نبعد عن الناس. فطبعا كل حاجة لازم تاخد حقها. طبعا دلوقتي كل الناس بتيجي للكورنيش هنا وتتصور فيه، اللي تحط صفحة صورة على الفيس، صورة مش عارف على ايه، يوريها سيشنات، ممكن عرايس كمان. كل حاجة لازم تاخد حقها. جينا بنبص كده نشوف شوف شكل المية على طول شغال عشان خاطر تزي النجيلة، مفيش حاجة تدبل، مفيش حاجة تبوظ. حاول نتمشى كده، نخش كده نجيب لكم الشكل برضو من تحت عشان ما ننساش حاجة. بص هنا المنظر بقى عامل ازاي. تعالى كده مع استاذ محمد، تخش كده شويه. هنيجي هنشوف كل حاجه فعلا تستاهل.
بعد تطوير الكورنيش اهدت اللوحة دي للمحافظة، وهي حاجة اسمها رمز المصادقة بين مدينتي، ودي كاميرا هتجيبها، دي عطيها الجامعة إهداء للكورنيش والتطويرات. فبرضه لازم كل حد ياخد حقه في الفيديو عشان ما ننساش حد. والديكورات موجودة بالشكل ده، فهنتمشى كده شوية عشان تقريبا كده قاعد بتاع حوالي مثلا كيلو كده ونخلص الكورنيش. ولو بصينا في الجزء ده هنشوف تمثال لطه حسين طبعا، وده تقديرا من شعب المنيا ومن المحافظة ليه، فلازم ياخد حقه طبعا حبيبي. لازم كل حد ياخد حقه في الدولة من تقدير وتعب. الناس دي تعبت عشان احنا نقدر نقدرهم ونديهم حقهم. فانت تحكم بقى كورنيش ده يستاهل كام في المية من التصوير وجزء كام. مثلا ديكور زي كده، بص يعني شكل الديكور ده عامل ازاي، المدخل كده شكل الديكور. تعالى كده لو الكاميرا تيجي كده شوية هتشوف الشكل افضل. حاجة يعني بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة جدا جدا جدا. انا بنصح اي حد مخنوق، حتى لو عايز تذاكر، عايز تقعد شوية رايق بعيد عن البيت بعيد عن اي حاجة، هتزور الكورنيش. بس اهم حاجة تحافظ عليه. يعني انت لما جيت الكورنيش لازم تحافظ على كل حاجة، عشان انت هتمشي وغيرك هيجي وغيره هيجي وغيره وغيره وغيره. لازم الناس دي كلها تحافظ عليه. اصل ده اتعمل بشكل جميل، احنا مش مطلوب منك في الوقت ده ولا اي حاجة غير انت تحافظ عليه. وفعلا هي المنيا وشعب المنيا يستاهلوا طبعا والحاجة زي كده، واحنا بنتمنى تكون موجود زيه في كل المحافظات على مستوى الجمهورية. اصل النيل بيمتد، فاحنا بنحاول بيمتد على مستوى الجمهورية، فاحنا لازم كل الناس تيجي ويكون عندهم كورنيش ويشاهدوا ويقعدوا ويستمتعوا بالمنظر، وده حقهم. ديكور زي كده مثلا، وده لو الكاميرا تجيب الديكور ده كده حاجة فوق الخيال. المدخل كده، الطرق والديكورات الموجودة حاجة جميلة جدا جدا جدا. وانت برضو مش هتعرفها غير لما تيجي هنا وتقعد كده شوية هتلاقي الدنيا جميلة جدا. وطبعا هنا موجود، مش موجود ده مش معمول للمحافظة بس ولا للناس اللي ساكنة سكان المحافظة، ده معمول لكل مراكز المنيا، سواء العدوى، درمواس، مغاغة، بن مزار، ابو قرقاص، مركز المنيا نفسه، ملاوي. لازم كل الناس دي تيجي عشان ده ليك حج فيه، زي ما انا ليا حج زي اي حد في سكان المنيا، ده حجهم. ومن بره المنيا كمان اي حد، سواء مغترب، سواء بيدرس في جامعة المنيا، سواء شغله في محافظة المنيا، لازم يجي وحجه في كل حاجة. ده مش بتاع حد عشان تقول ان انا اروح ولا هاجي. طبعا حاجة جميلة. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نوضح لكم اكتر حاجة في الفيديو. وان شاء الله كده احنا يعتبر صورنا لكم جزء كبير جدا 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 من الكورنيش. فاحنا بنتمنى بس ان دعمكم عشان خاطر الجزء التاني ان شاء الله هيكون في مكان هيعجبكم جدا. فانا مش هتكلم عنها واسيبها لكم مفاجأة وهيعجبكم. زي ما شفنا كورنيش هنشوف كل منطقة مش في محافظة المنيا، لا، على مستوى الجمهورية ان شاء الله. بدعمكم طبعا. انا بشكر الناس اللي بتتابعني على التيك توك، وصلت الفيديوهات للرقم القياسي ده، وهم طبعا 90% منهم اولاد محافظة المنيا. وطبعا انا بحبكم، ويا رب دايما تكونوا في ظهري. انا حتى لو ما كنتش هعمل، انا هعمل عن كل سنتي في محافظة المنيا عشان خاطركم، عشان انتوا فعلا اللي بتساندوني وبتخلوني اكمل، وتعليقاتكم، وانا بجد بحبكم. ففرصة سعيدة، وتابعونا في الجزء الثالث ان شاء الله، وده هيكون في مكان مفاجأة بالنسبة لكم. السلام عليكم.